لك يا دكتور على هذا التكريم. الله يبارك فيك يا الله. وعلى فكرة يا دكتور، احنا الليلة قررنا نعمل حفلة بهذه المناسبة، أو لا ايش رأيكم يمه؟ اعتقد ما فيش لزوم. وليش يمه؟ يا ابني اخوك احتفل معاهم وكرموه، ليش عاد لازم الاسراف ونحتفل مرة ثانية؟ معش حق يمه، وعموما يكفيني فرحتكم. على فكرة عندي لكم مفاجأة، الدكتور عصام قرر يتزوج. مش معقول، ايش الأخبار هذه الحلوة يا دكتور؟ ألف مبروك يا دكتور، عقبالنا. اسماعيل اعتقد انه عصام لقي شريكة حياته، ايش عاد باقي غير انه يعرف الحقيقة؟ يا كريمة ما ينفعش. الا ينفع، وبصراحة يا اسماعيل زودتها. أنا مستغرب ليش أنت مصرة على رأيك؟ يا اخي ضميري يأنبني. معقول عصام للآن لا هو عارف امه ولا ابوه ولا اهله؟ هذا إذا كانوا معترفين به أصلا. وافترض مش معترفين به، انت واثق من اختك الله يرحمها؟ كل الثقة. خلاص، وانا متأكدة انه عصام هتكون عنده نفس الثقة حقك. اسماعيل، انت انسان متعلم وواعي وتعرف تفرق بين الحلال والحرام، وتبنيك لعصام وهو ابن اختك ومسميه على اسمك حرام حرام، ما يجوز في الدين، لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا معك ومعترف ندمان على اللي فعلته، لكني مش معصوم من الخطأ، بس الظروف اللي أنا مريت فيها كانت أقوى مما تتصوري، واضطريت أن أخفي اسم أبوه خوفا عليه من القتل. خلاص يا إسماعيل، هذا شيء راح وانتهى يا إسماعيل. أنت الآن لازم تتوب وتستغفر لذنبك، على الله يغفر لك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اسماعيل أنا آسفة يا إسماعيل لو كنت زعلتك اليوم بكلامي. لا بالعكس، أنت نبهتيني الموضوع وخطر جدا، لازم أتداركه قبل ما يسألني الله عنه. الحمد لله، أخيرا اقتنعت يا قلبي. جدا، وأكلمه بالحقيقة حتى لو كانت مرة. أيوة، بس بالعطلة الصيفية. بالعطلة الصيفية؟ ها؟ بالعطلة الصيفية. أنا قلت حتقوم الآن تكلمه بكرة بالكثير. العطلة الصيفية. يا كريمة يا كريمة، هذا الموضوع يحتاج هدوء بال وتفرغ تام. اسماعيل، أنت غريب برغم إنك قوي في كل المواقف إلا دي، أنت ضعيف. صحيح، لأنك ما عشتيش اللحظات اللي عشتها عندما ماتت أسماء. الله يرحمه. يا ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا اسماعيل، أنا مقدرة والله، أنا مقدرة إن المأساة كبيرة. صدقني يا اسماعيل، أنا حاسة إنك بتقدر على مواجهتها.